اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ جانا النهارده بطبق جميل وخفيف ولذيذ على القلب كده، وتعالوا نشوف هنحضره ازاي وطريقه تقديمه ازاي. بس انا ما كنتش غرفت الاكل في الوقت دوت لان احنا كنا لسه مش هنتغدى في الميعاد ده، بس قلت اجهز الاكل كده عشان لو حصل كهرباء قطع الكلام ده. احنا متعودين على طول على قطع الكهرباء والحمد لله لحقناها النهارده. معايا كده اظن انتوا عرفتوا اللي معمول بالصلصه دوت ان هو قرنبيط. عملت القرنبيط زي ما انتوا شايفين في العنوان، من غير سلق، من غير قلي، من غير لحمه، من غير فرن، من غير الكلام ده كله. تعالوا ندخل على الوصفه بتاعتنا. وبصراحه انا ما كنتش عامله القرنبيط لوحده، كنت عامله معاه صينيه اجنحه بالبطاطس كده زي ما انتوا شايفين. عندي اللي ما بياكلش القرنبيط وفي اللي بياكل البطاطس، عندي اللي مش عايز ياكل بطاطس النهارده، فقلت انوع كده في الاكل، يبقوا اكل تاني وكده كده هيبقوا على قد اليوم وبس. بلت حبة رز كمان على جنب. وزي ما انتم شايفين زهرة القرنبيط كده قطعت منها القطع الكبيرة، هنطبخها طبخة تانية تمام، بس مش في نفس اليوم. واخد الحتت الصغيرة اللي متقطعة من الزهرة ديت كده على طول واحطهم في المصفى، لا سلق ولا تحمير. استنى بقى يا عم انت، ما تبخليش عليا باللايك او اي كومنت عشان نكبر معاكم وبيكم. ويا حبايب قلبي، لو اول مرة تشوفيني ما تبخليش عليا بالاشتراك في القناة. دقات التوم في الهون بتاعي كده عشان يبقى فريش وطازة معايا. وزي ما انتم شايفين دوت كله اهوت نظري، تعالوا بقى نعمل العملي. طبعا انا هخلف الصور ديت دلوقتي وهخليها بدل ما يبقوا الطبختين قدامكم، مرضتش اطول الفيديو اكتر من كده، هخليها طبخة واحدة وننزل بفيديو الاجنحة لوحده تاني. لا اله الا الله. حطينا المادة الدهنية او الزيت بتاعنا كده في الحلة، ونزلنا بالبصلاية وحطيت حتة تومة ورشة فلفل كده عشان تشمي ريحة البصلة مع التومة مع الفلفل الاسود، بيديكي تست عالي جدا. الاجنحة بتاعتي كانت جميلة وملزلزة كده زي ما انتوا شايفين، فقلت ادخلها مع البطاطس تبقى جنب اكلة العيال ما بياكلوش منها. تمام كده. عايزة اقول لكم ان طبق الكرنبيط دوت ما باتش، اقسم بالله كان طعمه زي العسل. جربي بس التجربة دي من غير ما تسلقيه ولا تحمريه في الزيت حتى، لان انت كده كده هتسبكي له بزيت، فكفايه تسبيك بقى وكفايه زيوت، تبقى مره واحده على طول وهيستوى ويبقى معاكي زي الفل. وفي اخر الطبخه هنعمل تركايه بسيطه كده تخلي لك الطعم ألذ واحلى كمان. حط البهارات بتاعتك بقى، كمون وفلفل وكزبره، تحطيش اكتر من كده ولا 7 بهارات ولا اي حاجه. اللي انا حطيتها دي رشه سكر عشان ما تعمليش حموضه بعد الاكل. كده تمام وخلصنا. وهنعمل حبة رز بشعرية بقى جنب الأكلة دي وحتة مخللة، وكان عود بصل أخضر كمان، وكان الأكل يفتح النفس. زي ما انت شايفة كده التسبيكة بتاعتي، هما كانوا عندي حبة تسبيكة بس ما كانش فيهم بصل كتير، كنت عامله لهم تقريبا نص بصلايه لحبه التسبيكه اللي كانوا في الدقيه الاستانلس ديت او الحله الاستانلس. مسكت الكرنبيط غسلته كده تحت الحنفيه السخنه وبس، اكتر حتى الميه ما كانتش سخنه كتير، ما فيش اكتر من كده. وحطيته في المصفى على الطبق زي ما انتوا شايفين. الطماطم بتاعتي اتسبكت ونزلت بالبهارات وبينت الاقدام بتاعتها، ونزلت بالكرنبيط اللي معايا، لا سلقنا زي ما انتوا شايفينه قدامكم ولا حمرنا، نزلنا به ني كده. لا اله الا الله. وهنسيبهم يتسبكوا مع بعض، ما فيش دقيقتين 3 بس ان الصلصة والقرنبيط يشربوا من بعض، وبعد كده نزودهم حبة مية. ملحي بقى ملحك وخلاص على كده. طبعا التوم بيلعب دور حلو معانا كده، والكمون حاطينه زي لان القرنبيط زي الكرنب بيحب الكمون عشان الانتفاخات والكلام ده كله. زودناها مية كده وهنسيبهم بقى يغلوا مع بعض على نار هادية ويستوى كده مع بعضه. وكان عندي عود كده دايب بس مش مشكلة من الكزبرة والشبت، بدل ما اقول يا فلانة ويا علانة وعندك عود وما عندكش عود، كان عندي العود دوت فحطيته وخلاص. كده خلاص بقى هنطفي على الكرنبيط بتاعي زي ما انتم شايفين اللي قدام وغله
والقرنبيط احمر كده مع الصلصة، وكان طبق جميل ولذيذ وخفيف على القلب زي الفيديو. يا رب ما كنتش وجعتلكوا دماغكم وما تنسونيش في اللايك الجميل بتاعكم. استوى معايا زي ما انت شايفه كده المعلقه. لا اله الا الله. هنطفي بقى النار ونقدمه زي ما هو كده. في التركايه الاخيره حته تومه صغيره ما بتتذكرش خالص، يعني قولي فص واحد توم هتنزلي بيه وتطفي عليه على طول. عايزه اقولك ان طعم التومه مع القرنبيط بعد ما بتطفي كده الصلصه نفسها تتاكل قبل حته القرنبيط. ودي صينيه الاجنحه اللي بالبطاطس، الرز بشعريه. القرنبيط دوت هنفرزه، مش هنفرزه في الفريزر، هحطه في كيس ابيض زي ما هو كده، وهحطه على الرف بتاع التلاجة من تحت لحد ما اجي اعمله. بقعد معاكي من 3-4 ايام لاسبوع بالظبط، ما بجرالوش اي حاجه. وطبعا التحليه بتاعتنا موز وسفندي. واشوفكم في فيديو جديد.